مساء الخير. النهاردة هشرح لكم الأوامر اللي موجودة على اليمين في قائمة Service and Maintenance في برنامج BTT. القائمة دي تعتبر مركز التحكم الحقيقي في التشخيص والصيانة. أول أمر معانا Error Codes، وده خاص بقراءة أكواد الأعطال. من هنا بتشوف كل الأعطال المسجلة في الكنترول، أعطال نشطة وأعطال قديمة، والأهم إنك تفهم العطل ظهر إمتى وتكرر كم مرة، مش تمسحه وخلاص. تاني أمر Vehicle Information Test، وده بيعرض لك بيانات الشاحنة الحالية زي رقم الشاسيه، إصدار السوفت وير، حالة الأنظمة، وده مهم جدا تتأكد إن البرنامج متصل صح والشاحنة متعرفة مظبوط. تالت أمر أوسيلوسكوب، وده من أخطر وأقوى الأدوات، بيخليك تشوف الإشارة الحقيقية للحساسات، مش قراءة رقمية بس. تشوف شكل الإشارة مستقرة ولا لأ، في تقطيع ولا تشويش، وده بيفرق جدا في الأعطال اللي ملهاش كود واضح. رابع أمر Change Component، وده بيستخدم لما تغير كنترول أو حساس أو جزء إلكتروني. من غير الأمر ده الشاحنة ممكن ما تتعرفش على القطعة الجديدة، لازم تعلم الكنترول إن في جزء اتغير. خامس أمر Function Monitoring Parameters Reset، وده خاص بإعادة ضبط القيم المتعلمة زي قيم التكييف، التربو، بعض أنظمة الحماية بعد إصلاح العطل، علشان الكنترول يبدأ يتعلم من جديد. سادس أمر Service Alert System Configuration and Reports، وده نظام تنبيهات الصيانة، بيسجل الصيانات ويطلع تقارير وينبهك بمواعيد الصيانة القادمة، مهمة للشغل المنظم مش العشوائي. سابع أمر Fault Codes Test Mode، وده وضع اختبار الأعطال، بيسمح لك تشغل أنظمة معينة وتشوف هل العطل هيظهر تاني ولا لأ، مفيد جدا بعد الإصلاح. تامن أمر Diagnostic Status Check، وده فحص الحالة التشخيصية، يعني الكنترولات شغالة ولا لأ، في نظام واقع، في اتصال مقطوع، قبل ما تدخل في أي فحص متقدم. تاسع أمر Conversion Kit، وده بيستخدم لما يتم تعديل في الشاحنة زي إضافة نظام أو تغيير مواصفات، لازم الكنترول يتعرف على التعديل ده. 10 أمر Parameter Programming، وده أخطر وأهم أمر، من هنا بتغير بارامترات الكنترول، سرعة، حزم، أنظمة حماية، وأي خطأ هنا ممكن يوقف الشاحنة، لازم شغل محترف. آخر أمر Accessory Kit، وده خاص بتركيب الإكسسوارات الأصلية زي أجهزة إضافية أو أنظمة مساعدة، ويخليها تشتغل بشكل رسمي مع الكنترول. الخلاصة، القائمة اللي على اليمين دي مش مجرد أوامر، دي أدوات تشخيص، لو استخدمتها صح هتعرف تمسك أي عطل من جذوره، ولو استخدمتها غلط هتدخل نفسك في مشاكل أكبر. وفي نهاية الفيديو بنعلن عن برمجة وبيع ملفات جميع كنترولات فولفو ورينو، وبرمجة معدات فولفو وفولفو بينتا وباصات فولفو عن بعد لأي مكان في العالم. متاح جميع ملفات الفلاش وبرمجة الكنترولات عن بعد. للتواصل واتساب 015 010 94 609. ولو عايزين يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا المميزة اشتركوا في القناة واعلموا لايك للفيديو. في أمان الله.